حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه في كتير مننا لغاية دلوقتي بتفشل منه الكيكة، يا اما المقادير مش مظبوطة او اوقات بتكون مقاديرهم مظبوطة بس مش بيعرفوا يظبطوا الفرن، فبتبوظ منهم الكيكة او تغمق منهم، تطلع غامقة، تطلع مكتومة، مش هشة كده، يعني مش بتكون بنتيجة مرضية خالص. النهاردة في الفيديو ده هنحل كل مشاكل الكيكة، هنقول المقادير المظبوطة تطلع ناجحة معاك ان شاء الله من اول مرة، وطريقة التسوية المظبوطة، وأسباب إن الكيكة بتطلع معاكي غامقة أو بتهبط منك. تابعوا الفيديو للآخر عشان فيه تكات مهمة جدا جدا، وإزاي تطلع معاكي باللون المظبوط ده من فوق ومن تحت كده، وهشة وفاتحة ولونها فاتح زي ما انتوا شايفينها كده، اسفنجية خالص. يلا بقى، عايزة لايكات كتير للفيديو ده، وتعالوا ندخل على المقادير. معايا هنا كوباية من السكر، وضروري السكر يكون لونه ابيض قشطة كده زي ما انتوا شايفين، عشان ده سبب من الكيكة يكون لونها فاتح. نص كوباية من الزيت، وضروري برضو يكون لونه فاتح جدا. كوباية الا ربع من اللبن، يعني كوباية ناقصة معلقتين كده مش كتير. وثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش طالع من التلاجة، وفانيليا، وكيس كيك شيف. والدقيق هنا كوبايتين، يكون برضو دقيق نوعه كويس وفاتح مش غامق. خدوا بالكم بقى من الخطوات هنا. اول حاجة بحط البيض كده في الخلاط، وعليه رشة من الفانيليا، وهضربهم كده لوحدهم الاول، يعني برضو ترتيب الخطوات كده مهم. هنضرب الاول البيض 3 بيضات، ولو حجمه صغير هيكون 4 بيضات. بعد كده هضيف عليهم السكر. بعد ما ضربت البيض بالفانيليا كويس، هضرب السكر لغاية ما ينعم معايا والخليط كده يكون لونه فاتح. بعد كده هحط اللبن، وبرضو اللبن ما يكونش ساقع ولا طالع من التلاجة، حتى لو اللبن عندك في التلاجة دفيه شوية. هنضربهم برضو مع بعض. اخر حاجة بضيفها وهو الزيت في الاخر خالص، برضو بأكد ان الزيت يكون لونه فاتح جدا. ضربت كده خلاص الخليط معايا في الخلاط كويس قوي في طبق كده، وبنخل الدقيق تاني، دي لتاني مرة، ممكن 3 4 مرات، مش هيقولك لأ، بالعكس كل ما تنخليه اكتر هيديكي نتيجة احسن. فهنا حطيت الدقيق، بحط ذرة صغيرة من الملح وكيس من الكيك شيف، دي المواد الجافة، وبقلبها كده مع بعضها. في الوقت ده اول ما بدأت اشتغل في الكيكة، ولعت الفرن جنبي، فرن بوتاجاز، ولعته كده يسخن. شايفين بقى الخليط عامل فوم كده واللون فاتح ازاي؟ واخدين بالكم اللون فاتح عشان السكر عندنا ابيض جدا، والزيت كمان لونه فاتح مش غامق. لو حاطه بقى انت حاجات غامقة لونها غامق، هيغمق معاكي خليط الكيكة. وهبدأ بقى هنا بالمضرب السلك ده، وهخلط الكيكة في اتجاه واحد، ضروري جدا عشان ما تخرجيش الهواء بتاعها والفوم اللي احنا عملناه في الخلاط، ان انت تخلطي في اتجاه واحد، ما تعمليش كده حبة يمين وترجعي تعملي الاتجاه العكس شمال، لا، في اتجاه واحد كده لغاية الدقيق ما يختفي تماما. بضيف كمان اضافة مهمة كده في الاخر، وهي معلقة كبيرة من الخل. الخل هنا بيساعد ان لون الكيكة كمان يبقى فاتح معانا، ويعتبر محسن برضو، بيساعد ان الكيكة تكون هشة كده مش مكتومة. بحب اضيفه كده في الاخر. اخلطي الخليط كده كويس لغاية الدقيق ما يختفي تماما، وضروري تاخدي بالك من قوام الكيك انه يكون مظبوط معاكي، ما يكونش سايل قوي كده مية، ولا يكون تقيل قوي. لو كان تقيل معاكي هتزودي معلقة او 2 لبن، لو خفيف قوي مية هتزودي معلقة دقيق، لكن هنا بالمقدار ده هيطلع معاكي ان شاء الله مظبوط جدا. هنا بدرت الصينية بتاعتي، دهنتها الاول مسحة من الزيت او السمنة، وببدرها كده بالدقيق. الصينية ده الحجم الوسط او تاني واحدة في طقم الصبن. بخبطها كده خبطتين بس كده، عشان لو فيها فراغات واسعة فيها هوا يعني يخرج كده معايا. بعد كده بدخلها هنا على الفرن. بعد ما الفرن بقى سخنت معايا كويس قوي، بهدي النار شوية وسط كده، ما تكونش باردة قوي وما تكونش عالية قوي. بدخل الصينية على الرف اللي في النص مولعة تحت بس، لغاية كده ما يعدي تلت ساعة. بفتح الفرن كده بالراحة وبلف الصينية، بسيبها كمان تكمل كده 5 دقايق او 10 دقايق على حسب نار فرنك. بتفتحي لقيتيها فصلت معاكي من الجناب كده واخدت اللون الحلو، بس ناقصها لون من فوق. هتفتحي عليها الشواية 5 دقايق كده مع تقليب الصينية، وبعد كده تطفي عليها على طول. افتحي بقى باب الفرن وسيبيها في الفرن عشان ما تهبطش منك.
شايفين بقى واخدة اللون مظبوط فوق وتحت اللون مظبوط ازاي، والكيكة من جوه بيضة قشطة وهشة واسفنجية. يعني عايزة اقول لكم الاضاءة كمان ظلماها، الفلاش كان الموبايل معاكس معايا. هي لونها فاتح جدا ومساماتها كده ضيقة وهشة وبجد روعة جدا. فمن ضمن كمان اللي بيهبط معاكي الكيكة ان انتي ممكن تخرجيها من الفرن قصاد هوا، وده ما ينفعش خالص. فنفتح باب الفرن واسيبها كده شوية في صهد الفرن عشان ما تهبطش معايا، او لو هتطلعيها على الرخامة ما يكونش قصاد هوا او شباك مطبخ مفتوح. من ضمن الحاجات اللي بتغمق معانا كمان الكيكة ان هي تقعد وقت طويل قوي في الفرن، او يكون نوع البيكنج باودر اللي انت مستعملاه مش كويس. فان شاء الله التزموا كده بشوية المعلومات اللي انا قلتها دي، هتطلع معاكم انجح واجمل كيكة هتدوقوها في حياتكم. بجد النتيجة مرضية جدا، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.